السلسلة دي هتبقى عن التاريخ اليوناني في مصر، بس قبل ما نوصل لمرحلة دخول اليونان في مصر، الأول في معلومات عن بلاد اليونان لازم نقولها. أول حاجة اسمها، أرض اليونان كان اسمها هيلاس، عشان كده ساعات بيتقال على الثقافة أو الحضارة اليونانية الحضارة الهيلينية. بلاد اليونان موقعها في أوروبا، في جنوب شبه جزيرة البلقان، في حدودها الشمالية بلغاريا وألبانيا، وفي الشرق فيه بحر إيجا وتركيا، ومن الغرب والجنوب البحر الأيوني والبحر المتوسط. وفيها جزر كتيرة، بس أكبر جزيرة فيهم هي جزيرة كريت اللي موجودة في الجنوب. طبيعة بلاد اليونان جبلية، لأن الجبال بتغطي حوالي 75% من مساحتها، فبالتالي الأراضي الزراعية عندها قليلة. طب احنا ليه بنقول عليها بلاد اليونان القديمة؟ ليه مش بنقول مثلا بلد اليونان؟ لأنها كانت عبارة عن مجموعة من المدن المستقلة اسمها بوليس، كل مدينة وليها جيشها وقوانينها وحكومتها، يعني تقريبا دولة صغيرة مستقلة. أشهرهم كان مدينة أثينا، ومدينة تانية اسمها سبارتا. وزي ما قلنا نظام الحكم كان بيختلف من مدينة للتانية، فلما نروح لسبارتا هنلاقي ان نظام الحكم فيها كان ارستقراطي او حكم اقلية، يعني كانت السلطة في ايد مجموعة صغيرة من النبلاء والاثرياء، على عكس اثينا اللي كان نظام الحكم فيها ديمقراطي، يعني الشعب بيشارك في صنع القرار. واثينا كانت اول دولة في التاريخ تطبق فكرة الديمقراطية. طب ازاي كانت بتطبق الديمقراطية؟ عن طريق حاجتين. أول حاجة الجمعية الشعبية، ودي الهيئة التشريعية العليا، بيتجمع فيها الرجال المواطنين عشان ياخدوا القرارات، سواء إعلان حرب أو قرارات ليها علاقة بالجيش. تاني حاجة كان مجلس ال500، ده كان مجلس استشاري بيتكون من 500 عضو، عشان كده اسمه مجلس ال500 يعني. وبيتم اختيار ال500 دول عن طريق القرعة، يعني الملخص الجمعية الشعبية هي صاحبة القرار، بس قراراتها بتتنفذ بعد ما بيناقشوا مجلس ال500.